اليوم خاوتي راه نمدو تقييم اللاعبين المنتخب الوطني، ونورمالمون رايحين تكونوا معايا في هذا التقييم، يعني واحد 90% حتى 85%. ان شاء الله اللي بانت له كاش حاجه غلطه لي كومونتير بيناتنا ونتناقشوا فيهم. بدايه بحارس المرمى لوكا زيدان، يعني قدم مباراه صريحه، واحد ما استناه يدير هذا الاداء، كان راه يعطي المباراه. يعني هذا الاداء ننتظروا منه انه يكون ضد منتخب بوركينا، ويأكد بلي انه حارس من طينة الكبار. ظهير ايمن بالغالي هجوميا ممتاز، يعني من افضل اللاعبين هجوميا، ولكن دفاعيا راح نعانيو معاه سورتو امام المنتخبات الكبيره، لذلك نعطيه تقييم جيد اليوم، ليس ممتاز ولكنه تقييم جيد. ظهير ايسر ايت نوري ديما يزيد عليها، لازمو عنده انتوج بال زايده في التيران. انا شتيت نشوف حجام يعني دخل دار روندمون مليح حجام، ولكن حجام تاني عنده التسرع شويه، ولكن عندنا دي زارير غوش في زوج في المستوى. اليوم ايت نوري نعطيه تقييم 6 حتى ل 7 من 10. لي دو اكسيال تاعنا مندي وبن سبعيني اليوم ما بانتش المباراه كبيره، هجوم السودان ما كانش هجوم يعني اللي يشكل علينا خطر قوي، ولكن نعطيهم تقييم جيد، ليس ممتاز ولكن تقييم جيد. بن سبعيني شفناه دار ديزيرار بزاف، وكاينه واحده منها هو اللي رد المهاجم اللي يخرج فاس فاس جبدها لوكا زيدان. نروحوا للسونتينال بن ناصر اليوم كان حلقه ضائعه في وسط الميدان، يعني ماهوش اللاعب اللي كنا ننتظروا منه هذاك الاداء، ولكن ان شاء الله بتقدم مباريات وانه يستعيد مستواه، خصوصا في اللعب مع المجموعه. فارس شيبي كان اوت اليوم، ما كانش خلاص. فارس شيبي يعني الجميع كان ينتظر مازا. فارس شيبي اليوم يعني التمريرات بكل ماشي صحيحه، عنده عرضيات مد 4 عرضيات للربعه غالطين، مد حوس دريبلي دو فوا غالطين. يعني فارس شيبي نعطيوه التقييم هو الاسوء في هذه المباراه. اما بالنسبه لهشام بوداوي مثال في النص، بوداوي واحد من نجوم مباراه اليوم، يعني هذيك الاسيست تاعو اللي مدو المحرز، يعني راهو غوتي اللي مدو وقت البنزيما مع ريال مدريد، ما عادش تفكر ديريكت غوتي كي مدها البنزيما مع ريال مدريد. نروحوا للهجوم، رياض محرز باطون. رياض محرز يعني مهما حجمه سيكون في مستوى عالي جدا، ولكن رياض محرز عنده ديما هذيك اللمسه اللي يغير لك بها مباراه كامله. صحيح حجمه سنحتاجوه صغير، ولكن رياض يبقى رياض قيمه ثابته، لا صلاح لا مرموش لا اي واحد، يبقى محرز هو المنتخب الوطني، وعندنا واحد من افضل نجوم العالم. عموره الدونجي كامل كان من جهته، سواء الهدف الاول الهدف الثاني، يعني محمد الامين عموره نجم، ويستاهل انه يكون دائما بين التشكيله الاساسيه، واول واحد نضعوه في التشكيله الاساسيه. بغداد بونجح ملي ميور افون سونتر في فيكساسيون تاع لي ديفونسور، يفيكسيك لي ديفونسور، يتحرك مليح، مي عنده يراطي بزاف فاس فاس. يعني بونجاح زاد دار لقطه مارقه في نهايه المباراه، واحد ما سنيناها منه، ولكن بونجاح يبقى واحد من افضل المهاجمين، ولكن عليه تحسن تهديفيا رغم انه بطوله صعيبه، ولكن ان شاء الله يتحسن. يعني بونجاح اليوم تقييمه كان مد اسيست، يعني خرج المباراه تاعو. نروحوا للتغييرات، حجام ممتاز، حجام قدم 30 دقيقة كانت في المستوى رائع جدا، وننتظروا بلي هو اللي راح يشارك اساسي ضد بوركينا فاسو. مازا افضل لاعب في المباراة، يعني في الشوط الثاني بعد دخوله، وليس في المباراة، محرز هو افضل لاعب في المباراة. مازا شابو، يعني ما عندكش نقدر نهضر، نخلي لكم التعليقات هضروا على مازا. عاد البولبينا الدقائق تاعو رحمته، يعني باين باللي انطانو عنده يعني هذيك وشي مازال عنده شويه تسرع قدام فاسو بيت، يعني ما يركزش بيان، ولكن عاد البولبينا يعني يستاهل كي يروح الكوب دافريك. نروحوا لحاج موسى، حاج موسى ما خدمتوش دقائق بزاف، رغم انه كان وراء الهدف الثالث اللي مدها البونجا، بونجا عرضها المازا. يبقى حاج موسى واحد من اللاعبين اللي نقدروا يعني نبدلوا به مباراة كاملة. وشكون ثاني اللي دخل مع في الدقائق الأخيرة؟ دخل زروقي، يعني من أجل كسر الوقت وإخراج بن ناصر وفقط. شكرا.